معانا قال ان هو مش مستعد يلعب ان هو في نادي الزمالك ببلاش. فطلب ان هو يفسخ عقده وان هو يحصل على الاستغناء بتاعه. فانا حاولت امره لمدير الكره ومجلس الاداره، احنا ما عندناش حد بيلعب عندنا بيمن علينا عشان يلعب. انا بالنسبه لي امر منتهي، هو مش معايا لغايه نهايه الموسم. مش معايا لغايه نهايه الموسم. هو طلب ان هو يفسخ عقده وطلب ان هو يبقى مش موجود. هو كان جه يتكلم معانا من 10 ايام اسبوعين وقلنا له ان حقك تزعل لما لعيبه تاخد مستحقاتها وانت ما تاخدش، انما اي حاجه غير كده اتفضل يا احمد تعالى. احمد تعالى. يا احمد. الكابتن عمر جمال قال ان هو مش صابر على فلوسه، ان هو راجل مش جاي يلعب هنا ببلاش، واحنا ما نقدروش ان هو يلعب ببلاش، لذلك هنحيل امره لمجلس الاداره ومدير الكره الكابتن احمد عبد الحليم، لكن انا من الناحيه الفنيه هو مش معايا لغايه اخر الموسم. مش معايا. وحاولنا نوضح له مره واثنين وثلاثه وهو راجل مش متفاهم موقفنا وموقف النادي، وبيقول ان انا اللي خلاني ان انا العب في نادي ما العبش في نادي الاسماعيلي ببلاش، مش هاجي العب في الزمالك ببلاش، واحنا نادي الزمالك ما نقبلش ان حد يجي يلعب عندنا ببلاش، ومحدش بيمن علينا. احنا محدش بيمن علينا. فخدنا قرار ان الراجل مش موجود معايا لغايه اخر الموسم، وانا من ناحيتي انا راضي من الناحيه الفنيه ان هو يفسخ تعاقده. انما في الاخر امره مع الكابتن احمد عبد الحليم ومع مجلس الاداره.